أول أغنية لمحمد رمضان جايبة 211 مليون مشاهدة، وآخر أغنية لمحمد رمضان جايبة 177 ألف مشاهدة. فإيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. نمبر 1 وانتوا عارفين. السلام عليكم، أنا إسلام، والنهاردة هتكلم عن سبب تراجع محمد رمضان كمغني. ملناش دعوة بالتمثيل، وده راجع لأسباب كتير، منها إن محمد رمضان في بدايته في الأغاني كان داخل بستايل جديد وغريب وجريء بزيادة شوية. فالناس تقبلت الكلام ده في الأول، ولكن محمد رمضان قرر نفس الرسالة في كل الأغنية، إن هو نمبر 1. نمبر 1. بس بعد ما انتشر الراب في مصر وانتشر ناس زي بابلو وويجز وناس تانية كتير ما كانش يعرفوهم غير جمهور الراب بس، في ناس كتير اتعرفت عليهم. الناس دي مش بيتكلموا عن نفسهم بس، لا، ده بيوصفوا حال الشباب وغيروا طبعا في شكل المزيكا، فالناس انجذبت ليهم. وطبعا من الحاجات اللي قللت انجذاب الناس لمحمد رمضان قلة التواضع والخلافات الشخصية الكتير اللي كان بيخش فيها، فده أدى إلى إن في ناس كتير بتكرهه. وتالت حاجة إنه ما بيطورش في الأغاني، هي نفس الاسطمبة بيمشي عليها في كل الأغاني اللي هي كلها بتأدي إلى إنه هو برضه نمبر 1. نمبر 1 وانتوا عارفين. نمبر 1. وبعدين الأول لما كان محمد رمضان بينزل أغنية كنت بتلاقي التيك توك كله فيديوهات على أغاني محمد رمضان. انا مشغول، جدولي مقفول، عايزة تشوفيني تقابليني تسمعيني تعالي حفلتي على طول. تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك. دلوقتي مفيش الكلام ده طبعا، أو ما بقاش بيحصل بنسبة كبيرة زي الأول. بس على فكرة، أنا بحب محمد رمضان، بس هتسألني ليه؟ والله العظيم ما أعرف. بس أنا بحب أشوفه على الشاشة، فلو عايزين أعمل فيديو عن محمد رمضان شخصه من بدايته لنهايته عرفوني تحت في الكومنتات. ايه لنهايته دي؟ معلش بقى يا جماعة، فساعدوني أوصل 1000 مشترك، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك، واكتبوا رأيكم تحت في الكومنتات، ولو حد شايف أي حاجة أنا بغلط فيها يكتب لي تحت في الكومنتات عشان أحسنها من نفسي، ورأيك برضو يهمني جدا. فسلام. Okay.